وافقنا نهار 4 ديسمبر راح نحتفلوا بالذكرى 60 لوفاة الشهيد فرحات حشاد أمام مقر الاتحاد، مقر مركز الاتحاد لساحة محمد علي. جمعنا غاديك أول ما وصلنا صحيح لقينا جماعة الاتحاد محضرين شعارات يستفزوا بها المتظاهرين، شعارات معناها وثم كلام اللي ما نجمش نحكيه تويك، معناها ثم ساعات تطلع ألفاظ نبية منهم واحد، بالرغم هكاك المتظاهرين ما ردوش الفعل جملة. بقات هكاك معناها شوية وقت، وبعد تالي صدفة يخرجوا من البيبان تاع الاتحاد الزوز، من مقرات الاتحاد معناها الزوز بلوكات تاع الاتحاد، يخرجوا مجموعة معناها مليشيا تاع الاتحاد اللي عاملين جاكيتات هذوكم بالعصي ويتهجموا على الناس ديريكت، دخلوا يضربوا في الناس بالعصي. اللي الاتحاد معناها قال راهو المتظاهرين هم جايبين العصي، هذا مش صحيح، وان العصي خرج جابوها عصابة الاتحاد، عصي معناها مخدومة نفس الفورمة كلها. فعلا معناها وقت اللي يضربوا هم بالعصي ويرموا العصي على المتظاهرين، المتظاهر بالطبيعة مش يشدها العصا هذيك، خير من باش ترجع له غاديك وثم زاد شكون اللي ضرب بالحجر. بالنسبه لي انا الضربه نتاعي ضربتي انا هذه اللي هي راس تحل انا هكا بحجره من فوق السطح، من فوق السطح نتاع الاتحاد اللي هو شاب مغاديك، وشفته انا قبل ما حتى ما يضربني انا معناها رمى حجر اخر في وسط المتظاهرين، ممكن يكون عمره ما نعرفش انا، يكون في ال20 سنه هكاك، شاب صغير لابس ماريو ركحه معناها، انا خاطر الصوره عالي ما شفته الكل، شفت النصف الفوقاني وعامل معناها ماسك على وجهه ويرمي في الحجر على غلطتي انا معناها مره جات الحجر على راسي انا اللي حل راسي معناها من فوق. بالرغم من ذلك كله ثم شكون من طرف المتظاهرين يهدي، بينما جماعه الاتحاد ديما يضرب وديما واحد ما عرفش انا، احنا كي جايين الاتحاد غادي يبان الاتحاد يدافع على الشغالين الكل بدون استثناء، اصبح صعوبه باش يدافع علينا ولا يضرب فينا. عرفت انا فرحات حشاد رحمه الله معناها شهيد، وقال لك الكلمه الباهيه الحلوه اللي قاعد في اذهاننا، احبك يا شعب. اليوم الاتحاد اعطى رساله مخالفه تماما، قال اضربك يا شعب.